السلام عليكم، ازيكم يا رب تكونوا بخير. بما ان الناس كلها بقت ماشيه تكلم نفسها في الشارع، ده خلاني افكر هو احنا بنعرف نكلم نفسنا صح ولا لا؟ كده كده في كلنا عندنا اصوات داخليه وبتسمع، يعني الافكار بتاعتك بتتولد من مخك وكل الكلام ده. كلامك مع نفسك هو اللي ممكن يشجعك تعمل حاجه او يشجعك ما تعملش حاجه، يخليك تعمل حاجه مش صح او يخليك ما تعملش حاجه مش صح، يديك حافز ان انت تشتغل اكتر او يخوفك على ان انت تعمل حاجه معينه. يعني صوتك الداخلي ده كمان ممكن يخلّيك تحلق دقنك، وبعد كده ترجع تندم على الموضوع ده. مش عارف بصراحة الصوت ده يعني مصدره إيه؟ هل الصوت ده الضمير؟ هل الصوت ده كلامك مع نفسك، كلام الروح مع النفس؟ إيه مصدر الصوت ده؟ ما عنديش أي فكرة. بس أنا بالنسبة لي مش عايز أتكلم عن فكرة إن الكلام اللي بيتقال دلوقتي إن أنت تبُص في المراية وتقول تقول لنفسك أنت غني، أنت ذكي، أنت قوي، أو أنت شجاع، أو اللي هو بقى تقول لنفسك في المراية الحاجات اللي أنت عاوزها تكون موجودة فيك، فالحاجات دي هتبقى موجودة فيك، أو إن أنتِ تقولي لنفسِك أنتِ جميلة، أنتِ حلوة، أنتِ شاطرة، أنتِ تستحقي كل خير، وتجذبي الكلام ده ليكِ. أنا بصراحة مش باصدّق في الموضوع ده، ومش شايف إن ده كلام منطقي أو بيحصل بأي شكل من الأشكال يعني. لكن أنا هاتكلم عن نقطة إن أنت إزاي تحاول تتعامل مع الأفكار اللي بتيجي أو الأصوات أو الكلام مع نفسك. يعني أنا مثلًا في فترة عامل حاجة كويسة مبسوط بيها، فيبدأ الكلام اللي بيني وبين نفسي يبقى عامل زي إن أنت شاطر، أنت ذكي، أنت جامد، أنت ممكن ما تبقاش محتاج حد. أنت بابدأ أكلم نفسي بإن أنا رقم 1، أنا أشطر واحد، أنا أفشخ واحد. ونفس الكلام برضه لمّا بابقى في فترة مش كويسة، عامل حاجة مش كويسة، مش مبسوط من نفسي، الكلام برضه بيبقى حاد جدًا. أنت فاشل، أنت مش قد المسؤولية، أنت مش هتنجح في حاجة. والكلام دايمًا بيبقى رايح في حتة الextreme اللي هي آخر، يعني أعنف كلام، أعنف كلام في الوِحِش وأعنف كلام في الحلو. يعني في الحالتين دايمًا الكلام رايح في حتّة extreme، وفي الحالتين الموضوع مش صح، وفي الحالتين الموضوع مش كويس، وفي الحالتين الموضوع نتايجه مش أحسن حاجة. فده وصّلني لنقطة إن في الحالتين وأنا عامل حاجة أنا مبسوط بيها، أو أنا مبسوط بنَفْسي بحاجة، أو أنا في فترة أنا مش مبسوط بنَفْسي، أو مش حاسس إن أنا في أحسن حالاتي، في الحالتين إن الكلام يبقى كلام وسط. ما يبقاش الموضوع حَد. عادي أنا ما عنديش مشكلة إن أنا أتكلّم مع نَفْسي أو أحاسب نَفْسي، لكن ما ينفعش أبقى هجومي جدًا مع نَفْسي، وأفضل أحبّط في نَفْسي وأهدِّم فيها، وأعمل كل حاجة لو حد عايز يأذيني هيعملها، وفي نَفْس الوقت وأنا فوق. ما ينفعش كلامي كُلّه يبقى إن أنا عمّال أنفُخ في نَفْسي، أنفُخ في نَفْسي، أنفُخ في نَفْسي، لإن مع أول حاجة حقيقية هاواجه بيها نفسي وهي منفوخة دي، البالونة دي هتفرقع، وهتفرقع في وشي أنا أول واحد. يعني أنا كنت حابب بس أشارك الأفكار دي معاكم، ولو أنت واجهت نفسك بأي شكل من الأشكال أو بتعرف تتكلم مع نفسك، يا ريت تشارك معانا في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.